يا صباح الفل، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كلكم بخير. عايز اتكلم في موضوع سريع معاكم كده. كنت امبارح اتفرجت على حلقة كابتن احمد حسام ميدو، وكان بيهاجم بشدة رابطة الأندية على موضوع كأس الرابطة وازاي الأهلي ينسحب، أو بمعنى أصح إن العقوبة قليلة، فعادي إن أي فرقة بالذات الأهلي إنها تنسحب زي السنة اللي فاتت وزي السنة دي. عايز أقول بس الكابتن ميدو، أنا عايز أشرح له حاجة بسيطة جدا. أنا هقول لكم وجهة نظري في انسحاب الأهلي في آخر الفيديو، بس هقول لكم على حاجة سريعة. كابتن أحمد حسام قال كلمة، قال لك علشان المبالغ اللي بيدفعوها لجنة الأندية أو الرابطة للفائز، فعادي إن هو ينسحب. إيه مليون جنيه ولا مليون ونص جنيه بالنسبة لأرقام النادي الأهلي أو لأي نادي مثلا؟ بس هو أنا مش هدخل في نية كابتن أحمد حسام ميدو إن هو زملكاوي يعني أو ضد الأهلي، لكن هتكلم من ناحية تانية. حضرتك يا كابتن أحمد قلت كلمة جامدة جدا، قارنت كاس الرابطة بكاس الكاراباو اللي هو بتاع الاتحاد الإنجليزي. طيب هل تعلم يا كابتن ميدو إن كاس الرابطة الانجليزي الجوائز بتاعته اللي بياخد البطوله بياخد 250 الف جنيه استرليني؟ بص المقارنه بالنسبه اللي هياخد اللي هيفوز بالدوري او بطل الدوري ياخد فلوس كام، نسبه لا توصل ل 10% حتى. فده رقم قليل ما دام انت جبت سيره الايه الاتحاد الانجليزي. طيب هل في بند عقوبه على الفريق اللي بينسحب من كاس الرابطه الانجليزيه؟ دخلت بصيت كده وقعدت اقرا وجبت كام حاجه، ما لقيتش اصلا في عقوبه غير رقم برضو هزيل جدا. وما بيمنعوش او ما بيحرموش من حاجه، يعني ما بيحرموش ان هو ما يخشش البطوله اللي بعدها. يعني في فرق بين كاس الرابطه وكاس انجلترا. كاس انجلترا ده اقدم كاس وبيدخل فيه مش عارف كام فرقه، لكن كاس الرابطه ده بيبقى على عدد انديه الرابطه. طيب يبقى فين المشكله يا كابتن ميدو؟ هو الاهلي راجل فريق اتكلم قال لك انا عندي ضغوطات واصابات وي وي وي، فخلاص انا مش عايز اشتري. حسبها حسبه فلوس، هي حسبه فلوس. طيب نيجي بقى لنقطه تانية. ما دام حضرتك هاجمت وبتتكلم المصلحه العامه، يعني هو انت ليه يا كابتن ميدو ما هاجمتش، مش هقول بقى الامارات، كاس السوبر بنظامه الجديد في الامارات؟ يعني هل ينفع ان النهارده البطوله دي اللي انا هسافر وهيبقى فيها تعب عشان العب بطوله، هل تعلم ان الجوائز للفريق الاول القيمه اللي بياخدها 12 مليون دولار، 12 مليون جنيه اسف. يعني انا لو فزت هاخد 250 الف دولار. شوف بقى عايز تضربها في كام؟ 250 الف دولار دي قيمه. طيب حضرتك شايف ان دي قيمه تنفع تبقى الرقم ان انا هسافر عشانه؟ ليه حضرتك ما هاجمتش الاتحاد المصري مع الاتحاد الاماراتي؟ هو الهجوم من اجل الهجوم بس دي تبقى مشكله، وما دام جبت امثله لازم تقارنها زي ما قلت لك الاهلي الاتحاد الرابطه بيدفع كام، والرابطه برضو في الدوري الانجليزي او الرابطه الانجليزيه بتدفع كام. فهي شبه لبعض. تاني حاجه، هي اللائحه بسيطه وسهله يا كابتن ميدو. قال لك اللي بيلعب في كاس الرابطه بالترتيب: بطل الدوري، بطل كاس مصر، بطل كاس الرابطه، ووصيف الدوري. ولما يتقال الكلام ده يبقى ده بالاهميه، خلي بالك. بطل الدوري عشان دي اهم بطوله، بطل كاس مصر عشان دي اقدم بطوله، بطل كاس الرابطه عشان هم اللي منظمينها، ووصيف الدوري. عشان كده هتلاقي دايما المشكله في ايه؟ في وصيف الدوري. هو اللي بيتغير دايما، هيلعب ايه، اصله لعب كذا وعمل كذا. بس دي كانت رساله لكابتن ميدو. اخر حاجه، وجهه نظري في انسحاب الاهلي من كاس الرابطه، انا ضد الفكره. انا شايف ان الاهلي كان يلعب بميكس كده بين الناشئين وبين اللعيبه اللي ما بتاخدش فرص او رجليها مش في الملعب كتير في الفريق الاول، زي كريم ندفد، مصطفى شوبير، زعلوك. يعني انا شايف ان اللعيبه دي تاخد، ما دام هي كده كده هيبقى في ايه توقف او مش هيلعبوا في ماتشات رسميه. ومثلا كولر عايز يسافر، كولر مش عايز يقف على الخط، لا، ما سامي قمصان اديله فرصه هو اللي يبقى يكاتشن كده زي ما بنقول على اللاين. يبقى شوف برضو الراجل بيشتغل ازاي عشان لو حصل اي حاجه اضطريت ان هو يبقى مدير فني. فوجهه نظري انا الشخصيه، انسحاب النادي الاهلي من كاس الرابطه غلط. كان لازم الاقي له بديل، لا فلوس ولا اروح بطوله بعد كده، مش دي القصه. ان انا اشوف اللعيبه اللي ما بتلعبش كتير، اشوفها واطلع لعيبه صغيره تدخل وسطهم، ونشوف ايه مين اللي هينفع يكمل ومين اللي هيتصعد ومين اللي هيمشي اخر الموسم. دي كانت وجهه نظري، وده كان رد سريع على كابتن احمد حسام ميدو. وان شاء الله اشوفكم في حلقه جديده. سلام.